السلام عليكم، شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله الكل بخير. قبل لا نبدأ بالفيديو حط لنا لايك واشتراك حتى نستمر وياكم. يبدأ فريق نادي الزوراء العراقي مشواره الآسيوي بلقاء فريق العربي الكويتي مساء اليوم الاثنين في ملعب جذع النخلة بمدينة البصرة الرياضية عند الساعة 7 مساء ضمن الجولة الأولى لكأس الاتحاد الآسيوي. وقال مشرف الفريق الزوراء عبد الكريم عبد الرزاق لوكالة إن الزوراء أنهى استعداداته يوم أمس وأصبح جاهزا للقاء اليوم أمام ضيفه العربي، مشيرا إلى أن الفريق يسعى لخطف أول 3 نقاط في بداية المنافسات، وهذا جانب مهم يعمل عليه الجميع. وأضاف أن أكثر ما يعز علينا هو افتقادنا للجماهير في أول مواجهاتنا ضمن بطولة كأس الاتحاد الآسيوي أمام نادي العربي الكويتي بسبب عقوبة آسيوية سابقة تعرض لها عام 2019، لكن سنعمل على إسعاده من خلال تحقيق الانتصار الأول في مستهل مشوار النوارس. وكانت قرعة كأس الاتحاد الآسيوي وضعت فريق الزوراء ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب الرفاع البحريني، النجم اللبناني، والعربي الكويتي. هذا وسيغيب أيضا حارس الفريق جلال حسن عن اللقاء بسبب العقوبة الذي تعرض لها سابقا، حيث صرح اللاعب حسن عبد الكريم قوقية قائلا: سوف نحقق الانتصار على خصم عنيد، ولكننا سوف نفوز عليهم لأجل عيون جماهيرنا. اليوم الزوراء طبعا مطالب بالفوز من قبل الجماهير العراقية وليست جماهير الزورائية فقط، لكونه يلعب على أرض البصرة وبين على ملعبه المفترض. احنا كجمهور طبعا كجمهور عراقي نطالبهم بالفوز، حالهم حال نادي الكهرباء ونادي القوة الجوي الذي سيلعبان اليوم في العراق. طبعا يعني للمعلومة اليوم المباراة منقولة على أبو ظبي المفتوحة، مباراة الزوراء ومباراة العربي الكويتي. إن شاء الله يحققون الفوز ويفرحون كجمهور عراقي. كما ذكرت مواقع التواصل الاجتماعي بأن هنالك ترحال كويتي إلى البصرة لمؤازرة فريق العربي الكويتي. يعني جماهير من الكويت اجت للبصرة على مود تشجع النادي العربي الكويتي، وهي فرصة الزوراء بدون جمهور والعربي بجمهوره. يعني البارحة قبل 15 ساعة وصلوا فريق العربي الكويتي إلى محافظة البصرة تمهيدا لمواجهة الزوراء في كأس الاتحاد الآسيوي. عنا يقول: وصل وفد فريق العربي الكويتي إلى محافظة البصرة تمهيدا لمواجهة الزوراء. وصل وفد فريق العربي الكويتي في كأس الاتحاد الآسيوي. وأضاف أن عضو الهيئة الإدارية نادي الزوراء صلاح هادي كان في استقبال الوفد الكويتي، مبينا أن العربي أجرى وحدته التدريبية الأولى في البصرة. يذكر أن الزوراء العربي ستواجهان في كأس الاتحاد العربي الآسيوي. قبل النهاية نقول لكم خلونا لايك واشتراك حتى نستمر وياكم. فزعة عراقية نوصل 500 مشترك، لا تقصرون ويانا حتى نستمر وياكم بتقديم كل ما هو جديد. مع السلامة.